السلام عليكم حبيباتي لعشاق الليمون. اليوم جبت لكم اسهل واسرع واطيب وابن واخف وصفه تاع بسبوسه بكريمه الليمون بزوج بيضات من اروع الوصفات اللي جربتها. نخليكم تكتشفوا الوصفه، نقول لكم فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. اول حاجه نروحو نحضروا لو سيرو ديالنا ولا الشربات. هنا في كاسرونه نحطوا كاس سكر، نزيدو عليه كاس وربع تاع الماء، ونزيدو عليهم تاني حوالي ربع كاس تاع عصير الليمون اللي نكونوا طبعا عصرناه وصفيناه. نحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار، بمجرد ما تبدا في الغليان نحسبوا لها 6 الى 7 دقائق ونطفيو عليها ونخليو لو سيرو ديالنا يبرد. دوكا نروحو نحضروا البسبوسه ديالنا. في الغيسيبيون حطيت 2 حبات بيض يكونوا في درجه حراره الغرفه، عندي مبشور تاع حبه قارص، رشه تاع الملح. نضرب هذوك 2 حبات بيض مع نص كاس تاع السكر، ولا تقدروا تنقصوا شويه على نص كاس. نضربوا كي نشوفوا هذاك السكر بدا يذوب نزيدوا نص كاس تاع الزيت، وحنا رانا نخلطوا نزيدوها شويه بشويه حتى نتحصلوا على هذا الخليط المتجانس. نزيدوا هنا علبه تاع ياغورت، هذيك تاع 100 غرام 90 غرام، هذيك اللي تكون في درجه حراره الغرفه، ومن الاحسن تكون بذوق الليمون، واذا كان ماشي متوفره ديروها بالذوق تاع لافاني. ومن بعد زدت ربع كاس تاع حليب، ومن بعد زدت كاس ونص تاع السميد الرقيق، تقدروا تستعملوا السميد المتوسط، ودرت باكي وشويه برك تاع خميره الحلويات كيما راكم تشوفوا معايا. باكي وغير شويه، يعني رشه غير صغيره. على كل حال تقدروا ديروا غير باكي واحد. كملت خلط هكذا، وفي الاخر كامل شوفوني موجده هنايا حوالي 3 ولا 4 مغارف كبار معمرين تاع عصير الليمون اللي حيمد لنا الهشاشه والخفه والذوق تاني في هاد البسبوسه هذه. هنايا كملت خلطت مليح بالفوي اليدوي، ونفرغوا الخليط ديالنا في المول العجيب اللي كنت دهنته مليح بالزبده. خاصه اللي عندهم هذا النوع تاع المول دونك دهنوه خياتي بلا مارغرين ولا بالزبده، من الاحسن بالبانسو. ومن بعد نرشوا عليه السميد رقيق، ونفرغوا الخليط ديالنا ولا الفرن مباشره على درجه حراره 170 درجه مئويه حتى تاخذ هذا اللون الذهبي اللي راه هنا امامكم. هنا خياتي وهي سخونه، شوفوا نحاولوا كشغل نديموليوها، يعني من قبل ما نشربوها هكذا باش ما تلصقناش في لومول ديالنا. دونك مهم جدا خياتي هاد الملاحظه هذه. شوفوا انا هنا خلاص تاكدت انه ما راهيش لاصقه في لومول. دوكا نشربها بهذاك لو سيرو. هنا نحطوا فقط نص الكميه، ونحاولوا نفرغوا خاصه على الاطراف، يعني نديروا لو سيرو هذاك شوفوا على الجوانب خاصه. ومن بعد نقلبوها هكذا مباشره فوق صحن التقديم. هنا واش نقول لكم خياتي راهي مازالها سخونه، فوالا، لانه البسبوسه لازم تتشرب وهي سخونه، ولا الا كان بردت لو سيرو لازم يكون سخون. دونك حاجه من وحده من زوج حوايج هادوما. هنايا من بعد نفرغوا باقي لو سيرو، نديرو تاني شويه هكذا على الجوانب، والباقي نحطوه في الوسط. نخلو البسبوسه ديالنا تتشرب ونروحو نحضروا الكريمه اللي راهي بذوق الليمون. هنا في كاسرونه نحطوا 2 كيسان ونص تاع حليب، نزيدو عليهم نص كاس تاع السكر، نزيدو عليهم 3 مغارف كبار تاع نشا يكونوا معمرين. نخلطوا هاد المكونات هكذا بارد في بارد، ومن بعد نحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر. وهنا فوق النار وحنا رانا نحركوا نزيدوا نص كاس تاع عصير الليمون اللي يكونوا عصرناه وصفيناه من هادوك الشوائب اللي يكونوا، ونخلطوا هنا مباشره فوق النار. وما تخافوش يعني تخسر لكم الكريمه، كاين يقولوا يمكن كي نديروا القارص مع الحليب راح تفسد لنا. ما تخافوش لانه راه فيها النشا، راح تعقد لكم الكريمه. طفيت عليها بعد ما رفدت الغليه، زدت لها علبه تاع ياغورت بذوق تاع الليمون، يعني ممكن تستغناو عليها. انا درت هذاك ممزوج تاع القارص، عطاني ذوق روعه وقوام هايل. وفي الاخر كامل زدت لها مغرفه كبيره تاع زبده ولا تاع لا مارغرين، نخلطوا حتى تذوب منا مليح مليح. ومن بعد نفرغوا مباشره الكريمه ديالنا في فوق البسبوسه هكذايا في هذاك الفراغ. هنا انا كانت بقات لي شويه حوالي كما تشوفوا هكذا، يعني مي با نص كاس من هاد الكريمه هذه. نزينوها هكذا بشرائح تاع الليمون، طبعا نديروها في الثلاجه لازم تبرد على الاقل ساعتين، يعني باش نقدموها. واش نقول لكم، واحد البسبوسه
قمة في البنة وفي الانتعاش. يعني عشاق الليمون صدقوني راكم رايحين تستمتعوا بها. الا عندكم ضيوف ديروها لهم، راكم رايحين تبهروهم بها. تقدروا تقدموها مع عصائر تجي هايله. تقدروا ديروها هكذا كيما شفتوا انا درتها في مول حجم عائلي. تقدروا ديروها في هذوك لي مول الفرديه تاني تجي هايله. وشوفوا الكريمه عندها واحد الخفه واحد القوام من اروع ما يكون. لازم تجربوا الوصفه هذه، واذا كان جربتوها ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام كويزين سميرة ديزاد. وصلنا للنهايه، نقول لكم مشاهدكم في الجنه، احبكم في الله، في امان الله.